بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم حاجة جديدة في الغسالة LG ال7 كيلو اللي قدام حضراتكم دي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط إن الغسالة متجمدة معانا ومفيش أي استجابة من الغسالة خالص. لو دوسنا على أي زرار ما بنسمعش غير نغمة الرنين فقط لا غير. حتى لو لفينا البكرة بتاعت البرامج ثابتة معانا، مش بتقبل معانا أي برنامج على الإطلاق. لو لاحظنا هنا طبعا كده هنلاقي اللمبة الحمراء اللي دي قافلة منورة، عفوا. طبعا دي لمبة عبث الأطفال. حد لاعب في الغسالة ودايس على الزرارين دول كده. طبعا علشان نلغي عبث الأطفال ده بندوس على نفس الزرارين كده، وطفينا الغسالة من زرار الباور وشغلناها تاني. الغسالة ابتدت ان هي البكرة تلف معانا وتنقل على البرامج، واللمبة الحمراء اللي كانت منورة على القفل في الشاشة دي راحت خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. ده طبعا الزرارين دول بتوع عبث الأطفال. لو حبينا نفعلهم أو نلغيهم بندوس على نفس الزرارين دول كده زي ما حضراتكم شايفين. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله برضو هعلمكم إزاي نعمل تيست مود للغسالة LG ال7 كيلو اللي قدام حضراتكم دي. زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي التيست مود بتاع الغسالة دي بندوس على الثلاث زراير دول اللي هو الباور والتمب والسبين، الثلاث زراير اللي جنب بعض من الاتجاه اليمين. بندوس عليهم ضغطة واحدة كده، الغسالة اللمبات كلها بتنور معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. وكل مرة بنضغط على زرار الستارت بيختبر معانا حاجة من مكونات الغسالة. طبعا أول دوسة في الستارت بتختبر معانا الاتجاه اليمين للموتور زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. كمان ضغطة للغسالة، الغسالة بتطلع معانا سرعة عالية. طبعا انا بفضل ان اثناء عمل التست مود او ضبط المصنع للغسالة ان ما يكونش فيه هدوم في الغسالة على الاطلاق، لان الغسالة بتطلع سرعة عالية. ولكن انا حاطط يعني قطعة كده علشان، وقطعة الوان كمان علشان تبين لحضراتكم الموتور بيلف في الاتجاه اليمين او بيلف في الاتجاه الشمال. طبعا كل ضغطة زي ما قلت لحضراتكم على زرار الستارت بيختبر معانا حاجة، جزء من أجزاء الغسالة. كمان ضغطة بيختبر معانا سحب المية في الدرج اليمين. وده طبعا كمان ضغطة بيختبر معانا سحب المية في الدرج الكبير. وكل ضغطة زي ما قلت لحضراتكم على الستارت بيختبر معانا جزء من الغسالة، وده طبعا الاتجاه الشمال للموتور. يبقى احنا كده في البداية خالص طبعا باللوك بيقفل زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الاتجاه الشمال. ضغطة كمان الطرمبة بتدخل معايا في مرحلة الطرد. وطبعا في الاخر خالص لو الغسالة ما فيهاش مشكلة، اللمبة او الغسالة اللوحة معانا بتفصل خالص زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. واحنا طبعا بنلجأ للتست مود او الضبط مصنع ده علشان لو الغسالة مسجلة عطل نعرف العطل في ايه بالظبط، وعلشان تسهل علينا عملية الصيانة. ودي طبعا كانت حلقتنا النهاردة. أرجو إن هي تكون حلقة خفيفة على قلوب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجة جديدة منها. وما تنسوناش إن انتوا تتفاعلوا مع القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.